السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم في الله ريو، الرعب بالدارجة. واليوم جبت لكم قصة من أعماق الدارك ويب، وكيحكيها لنا قاتل متسلسل حقيقي بعنوان ندم قاتل محترف في الإنترنت المظلم. والقصة تقول: ما عمري خفت من شي حاجة من النهار اللي تولدت فيه. ربما هرموناتي أو أحاسيسي ما فيهمش ذرة خوف، وكان بإمكاني ندير أي حاجة على قبل المال، ويقدر يوصل لمستوى حتى إلى قتل شخص معين على ود الفلوس. وزيد عليها جسمي معاوني 36 سنة، وكان وزن 120 كيلو، وهذا كيساعدني أنني نكسب معركة عن قرب. وكان سبق لي دخلت في معركة مع واحد الشاب، النتيجة هي أنني خليته يتوسل ويركع باش ما نزيدش نضرب فيه. في صغري عشت حياة بئيسة، مشاكل الوالدين، البلية، الحشيش، وحتى البيئة ما كانش مساعداني أنني نكون إنسان صالح للمجتمع. حتى لواحد النهار مليت من السرقة الصغيرة واللي كان قصد بها الديور أو نقريسي شي واحد. بقيت كنفكر في شي طريقة باش نزيد أنني نكسب مال كتر وكتر، حيت واخا كنت كنسرق ما كانش داك الشي كيقدني. ولهذا بقيت كنفكر. حتى لواحد النهار تلاقيت مع سام كان من أكبر المتاجرين في المخدرات في عالم الإنترنت المظلم، وكان هو بداية الانطلاقة ديالي في القتل المحترف، وعلمني بزاف الأمور الظلامية. وكان عضو في واحد المنظمة في الدارك ويب. ما غنذكرش كيفاش تلاقينا وكيفاش كانت البدايات ديالنا، بالنسبة لي غير مضيعة الوقت. خلاصة القول هي أن سام من أخطر الكائنات الحية على وجه الكرة الأرضية. ولا غلطتي معاه، غلط بسيط، عرف راسك تكون في عداد الموتى، حيت حياته كلها كانت تدوز غير في المكالمات الهاتفية، وما كانش كيبان بزاف، داير بحال الغراب. على العموم لا يجوز العبث مع سام، وما يمكنش نعطي معلومات عليه كتر. بقينا هكا تجارة في المخدرات وشي أمور مشبوهة، حتى لواحد النهار عرفني سام على إكس. سمحوا لي ما بغيش نحط سميتو الحقيقية نظرا لشهرته الواسعة في عالم الدارك ويب. هاد إكس كان مدير موقع القتلة المتسلسلون في الإنترنت المظلم، وكان من أخطر البشر، ما كيحنش، وكسر من سام ب1000 درجة، لأنه عرض عليا نخدم في الموقع ديالو ونكون عضو من أعضائه، بمعنى آخر نكون قاتل متسلسل. شفت في سام وقلت له اعطيني مدة نفكر. شاف فيا سام وقال لي فكر دابا، حيت هاد السيد قليل فاش كيبان وعنده ما يدار، ما غيقابلكش غير انت، وهذه فرصة باش تولي ملياردير. في ديك اللحظة جاوبت واخا شي حاجة لداخل تقول لي لا، ولكن أنا أصلا مجرم في كلتا الحالتين. اكشف فيا وعطاني تليفون فيه الكارطة، وقال لي انتظر رسالتي في آخر الأسبوع. ومن ديك اللحظة تفرقنا بثلاثة، وكل مشى في حاله. وأنا بقيت كنفكر وكنخطط غير راسي، حيت عارف اش كيتسناني، وبقيت كنتسنى آخر الأسبوع غير إمتى يوصل. نهار الحد مع 7:30 ديال العشية وصلني ميساج من عند مجهول كيقول لي باللغة الإنجليزية: هاي I think you are 3 نقاط I'm Dylan sent by X meet me in 3 نقاط now. عرفت الميساج باللي كان من عند واحد اللي مخدمهم X وسميتو دايلان، ولكن هذا ماشي اسمه الحقيقي، حيت هاد الناس غالبا ما كيقولوش اسمائهم الحقيقية. وقال لي نتلاقى معاه في واحد البلاصة في المدينة. نط لبست عليا وقديت الحالة وشديت الطاكسي، وصلني حتى البلاصة اللي فيها دايلان. كانت عبارة على واحد الريستورو، وكتعتبر من أفخم لي ريستو في المدينة، ما غنذكر سميتها. وتما تلاقيت بدايلان. مع الدخلة ديالي عرفني، هز يدو قال لي أنا هنا. زعما تسألت في نفسي كيفاش هذا كيعرفني وأنا عمري شفتو ولا شافني. أنا عرفت راسي دخلت العالم مظلم، وهاد الناس أخطر من أنهم يتنعتوا بناس. وصلت للطابلة اللي مريزيرفي، وواقف حداه واحد العزيب كومبلي كحل وقرافاطة ونضاطر كوحل، بحال داكشي ديال الافلام المافيات. دايلان ما كترش الهضره، جهدو قال لي شنو تشرب، قلت له لا بلاش. حتى هو ما حكرش، جبد واحد الملف كان حداه وقال لي قرا داكشي ولا تمت الموافقه ديالك سيني هنا. وقال لي هذه هي طبيعه خدمتنا. شديت الورقه كنقرا فيها، ما حدي كنقرا وتنتصدم. واو، هادشي كامل. الورقه كان عنوانها مكتوب بالعرض الكبير الفوق: Slayers Assassination and Live Running Service، يعني خدمات الاغتيال وتدمير الحياة.
وتحت هذا العنوان كاين بيان توضيحي على طبيعة العمل. هادشي اللي غنقول لكم دابا ممكن يصدمكم أو ممكن يصدمكم، وهو في كلتا الحالتين غيصدمكم، لأنني دابا غنعطيكم رسم توضيحي شنو كنت قريت في داك الملف. تبعوا معايا. Slayers are a group of hitmen from all over the world. We take jobs from different parts of the world. Our hitmen are always willing to travel to locations where slayers are not existent. We are extremely professional in our dealings and try our best to keep the contractual terms. وهضره كتيرة بحال هكا، اللي ما فهمش نترجم ليه. البيان كيقول: القتلة هم مجموعة من القتلة من جميع أنحاء العالم. نحن نأخذ وظائف من أجزاء مختلفة من العالم. دائما ما يكون القتلة لدينا على استعداد للسفر إلى مواقع لا يوجد فيها قتلة، فنحن محترفون للغاية في مخابئنا ونبذل قصارى جهدنا للالتزام بالشروط التعاقدية. ولتحت كاين كيفية القتل والمال، وكذلك رسم توضيحي اللي كنت قريت في ذاك العقد. قتل بالسلاح $15,000، قتل بالموس $22,000، قتل بالسم $40,000، قتل بلاسيد $4,000، ندبة في الوجه $3,000، وبزاف ديال الطرق ديال القتل او التعذيب. داكشي مرون، حطيت لكم غير شوية ديال الطرق اللي بقيت عاقل عليهم، اما راهم بزاف. المهم قريت وجاني داكشي عادي، ووافقت على الشروط وسينيت في الاخر بكل بساطة، حيت انا اصلا محتاج للفلوس. ما علينا. قال لي شكرا، وقال لي واحد الكلمة اللي بقات لي في الذهن ديالي ما تحيداتش ليا، هي: قبل ما نمشي بغيت نقول لك انك الان عضو من اعضائنا، او بالاحرى قاتل من القتلة المتسلسلين ديالنا. تقدر دير اي حاجة، ولكن جوج حوايج ما كنسامحوش عليهم: الخيانة وكشف اسرار العمل. وزاد قال: نسيت، خلي تليفونك مفتوح. وقال لي هاف نايس بارتي، ومشى. وهنا غيبدا فيلم اخر من التشويق والاثاره. دازت 4 ايام على اللقاء ديالي مع ديلان. دوزت هاد 4 ايام في التفكير وشنو طبيعه العمل. انا عارف راسي غننفذ جريمه قتل، وعرفت راسي دابا وليت قاتل ماجور، يعني نقتل الروح ونتخلص. يمكن هادشي صعيب على المستمع، ولكن هذه الحقيقه. والله قبل ما نتوب كان عندي قلب حجر بكثره الصعوبات اللي دوزتها في صغري، واللي خلاتني نحس بنقص كبير. ولكن هاد القصوحيه غترجع بالندامه في اخر المطاف، بسبب واحد الشيء غنقولوا لكم في الاخر. تبعوا معايا. كما قلت في اليوم الخامس عيط لي ديلان وقال لي عندي لك 3 ديال لي زوفر، يعني 3 ديال طلبات القتل، وانا نختار من بيناتهم. وتفاصيل العمليه غتحطوا في موقع اللي مديرو اكس. وعطاني الطريقه كيفاش ندخل له، وعطاني اسم المستخدم والباسورد اللي غندخل في داك الموقع. هاد المعلومات اللي عطاني ديلان انا عمري كنت دخلت بحال هاد المواقع، ولكن ديلان وراني كيفاش ندخل وعطاني شلا معلومات، وقال لي من اليوم غيولي بيناتنا غير التليفون، وما غنتلاقاوش بزاف الا للضروره القصوى. اللي عليك دابا هو تشوف الطلبات اللي في الموقع، وما عليك الا التنفيذ، وحنا ما علينا الا الدفع، وكذلك غناخذوا 65% من الارباح وانت خذ الباقي. صافي تم الاتفاق. دازت ايام قليله حتى بداو كيجيو الرسائل في الانبوكس ديال الموقع، ومن هنا غتبدا الانطلاقه ديالي. دابا لا مجال للتراجع، نفذ تخلص. المهم فتحت الرساله الاولى كنلقى عنوانها خيانه زوجتي لي. المضمون ديالها واحد السيد بغى يقتل مراته حيت عرفها تخونو. والرساله الثانيه عنوانها كيل دباس، يعني اقتل الرئيس. مضمونها واحد السيد بغى يقتل الرئيس التنفيذي ديال واحد الشركه حيت جرى عليه ويتم في خدمته. بقيت كنفكر شنو العمليه اللي غنختار وشكون اللي سهل. جلست مع راسي وبديت نخطط، وقلت الرئيس غيكون متبوع ضروري، ممكن من الحراس ديالو وغيكون ذو شعبيه كبيره في البلاد، وربما لا قتلته غنجبد النحل على راسي وغتشهر القضيه وممكن توصل للاعلام. لهذا تراجعت على قرار قتل الرئيس ومشيت للعمليه الاولى ديال الخائنه. اصلا انا ما كنحملش الخيانه، وملي كنت صغير شفت الخيانه بعيني من امي اللي كانت تدخل الوالد ديالي باستمرار نظرا لكبره في السن والشيب اللي كيبان عليه. لهذا تعقدت من هذه المساله وكنت ما تنحملش شي حاجه سميتها الخيانه. لهذا اختاريت العمليه رقم 1 وحقدت على المراه. واحد الحقد كبير وشعلات النيران الغضب في عيني.
حاولت نتصل بالسيد اللي بغى مراته تموت. نجح الامر، وقلت له عطيني التفاصيل ديال مرتك. قطع وصيفط لي كامل المعلومات في الموقع، لان الطلب الاول كان غير مجرد طلب باش يشوف المرسل واش غادي يردوا عليه ولا لا. ما علينا، صيفط لي كلشي، تصويرتها ونمرتها وفين تتخرج وفين تتمشي، كلشي. ما غنذكرش التفاصيل كيفاش خططت وكيفاش قتلتها نظرا لضيق الوقت. المهم هو انني قتلت ديك الخائنه بسلاح FNX 45 وفيه كاتم الصوت بطلقه في الراس. الغد ليه دايلان عيط لي وحول لي المبلغ المتفق عليه لحسابي، وكان مبلغ محترم اللي نقدر نشري به اي حاجه كنت نحلم نشريها، ولكن في نفس الوقت مشوش من البوليس. وشعلت التلفازه وتسنيت الاخبار، وكانت المفاجاه انهم ما ذكروش عمليه القتل اللي وقعت في 3 النقاط. انا حاليا بامان. بصراحه عشت حياه الرفاهيه، اللي بواط بالليل والسهير والفاحشه. بقيت على هذا المنوال شهور وشهور، حتى جا النهار اللي غيغير لي حياتي وغيفيق قلبي وغندم على شبابي وعلى هاد القلب اللي عندي كحل. حيت من بعد مده من الرفاهيه فتحت واحد النهار الانبوكس ديال الموقع، كنلقى طلب اللي غيغير مجرى حياتي. والطلب كان اب بغى يقتل الابن ديالو اللي عنده 8 سنوات. وهنا قصه اخرى ومشاكل اخرى، حيت في واحد الليله كنت ما بيا ما عليا، مريح في المنزل ديالي المختفي عن الانظار، حتى كيجيني ميساج مع ديك 7:54. فتحت الانبوكس، وهنا كانت الصدمه اللي عمري كنت منتظرها. لقيت باللي واحد السيد بغى يقتل الابن ديالو اللي عنده 8 سنوات. تصدمت صدمه خايبه، حيت انا واخد على العاتق ديالي انني ما نقتل طفل اقل من 18 سنه. هذا القانون ديالنا احنا القتله المأجورين، ولكن كاين بعض القتله واخد على عاتقه كذلك ما يقتلش النساء الا اذا كان الثمن مغري جدا. ولكن الجواب ديالي كان للسيد لا شكرا، يعني ما غننفذش العمليه. دازت 30 دقيقه، جاوب نفس السيد وقال شنو رأيك في مبلغ $1,000,000. واو بصراحة كنت قاتل عادي كنفذ العملية وكنتخلص، ولكن عمرني صادفت شي واحد مستعد يدفع هذا المبلغ كامل على قبل قتل ولده. وخا ما كنتش باغي ننفذ له العملية كنت متردد. عيطت لإكس يشرح لي اش كاين، وقلت له شنو الاسباب اللي خلات هذا الملعون يبغي يقتل ولده هكا. عاود لي إكس على أن هذا الراجل كيظن أن الابن ديالو شيطان، لأنه كان سبب في موت زوجته وبنته اللي في عمرها 5 سنوات، حيت كانوا راكبين في الطوموبيل وتقلبات بهم. ماتت الزوجة والابنة والولد بقى عايش. لهذا الراجل بكثرة الصدمة كيظن أن ولده شيطان. حاولت أنني نتصل بالسيد شخصيا باش نعرف هاد ابن العاهرة كتر وكتر. حاولت نتصل به من نمرة أخرى، جاوب لحسن الحظ. قلت له أنا فلان اللي توصلت بالرسالة ديالك عبر الموقع. قال لي أنه سميته غاريسون، وأن هذا الولد ماشي ولده وإنما شيطان استحوذ عليه، لأنه الوحيد الناجي من ذلك الحادث. وقال لي كذلك كيفاش نقتله ومعاياش كيدخل البيت وينعس. ولكن غاريسون بحال إلا حس من نبرة صوتي أنني ما كنقدش ننفذ له العملية، ولكن حاولت نطمئنه باش يزيد يعطيني تفاصيل كثر. وفي الأخير قبلت العرض ديالو اللي كان $1,500,000 لقتل طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، وهو أغلى ضحية شديتها حتى لدابا. عارف عندي قلب حجر، عارف عندي قلب ملعون، ولكن المفاجأة آتية تصنت لي مزيان. غاريسون قال لي غنكون جليس أطفال، يعني كلون، ندوز معاه شوية الوقت ونلعب معاه وبعدها نصفيها له. وقال لي باللي قال لولدو يجي عندك جليس يبقى معاك يضحكك شوية بيد ما جيت من الخدمة. رتب لي إكس لقاء مع غاريسون وغيكون مع نتائج شخصيا. ولعلمكم إكس ما كيبانش بوجهه الحقيقي، دائما كيتنكر بوجه مختلف، ولكن هاد المرة إكس يتنكر كرجل أعمى واقف على عكاز ومضادر كوحل وطاقية كحلة. في نظركم إكس علاش يحضر؟ باش ياخد الأموال، حيث لا يعقل أنك تحول $1,500,000 لحساب واحد آخر. لابد من الشكوك. وصل الوقت الموعود، تلاقينا بثلاثة بينا، وإكس قال السيد غير كون هاني، فلان غينفذ لك العملية بدون صعوبات وفي سرية تامة. غاريسون قال لنا غدا مع 7 الصباح خص تنفذ العملية، وها في كنسكن، وعطانا جميع المعلومات. غاريسون خدم مطور، عطانا نص المال والنص الاخر بعد تنفيذ العملية. في الليلة دي تنفيذ العملية
اتصلت بغاريسون وقلت له صيفط لي صورة ولدك. بدون تردد دازت شي 10 دقائق صيفطها ليا، والصدمة القوية هي أنني ملي شفت الصورة تلاحيت من فوق الكرسي وطحت للأرض. ما يمكنش، والله ما يمكن هادشي. عقلتو فاش قلت لكم مفاجأة جاية في الطريق؟ المفاجأة هي أن الطفل نسخة على خويا الصغير اللي مات في عملية إطلاق النار هذه 15 سنة. ما قدرتش نستوعب المنظر، نفس الشعر، نفس العينين، نفس الفم. لا ما يمكنش، والله ما يمكن. ضغط، حرت، ما لقيت ما ندير. تصدمت أول مرة كيرجع لي الإحساس، حيت كنت مملوء بالشر والسواد والقتل وسفك الدماء. قلبي كحال، عقلي كان مبرمج على القتل. في ديك اللحظة اللي شفت فيها الطفل قلبي حسيت بيه حيا من جديد، من بعد ما كان ميت. خويا الصغير هذاك وهذيك ملامحه. جلست مع راسي مدة كنفكرش غندير. بزاف الافكار كيدوروا لي في راسي. تفكرت هضرة غاريسون هو يطلع لي الدم، وشعلت واحد الشعلة عامرة بالغضب، وقررت، عرفتوا اش قررت؟ انني نقتل غاريسون. لانه حتى لو انني ما قتلتش الدري الصغير غيحاول غاريسون يشوف قاتل اخر، ولكن حبس بلاتي. كي غندير مع اكس والمنظمة، وانا عطيت العهد انني عمري نخون وعمري نفشي الاسرار، حيت اكس بلا شك غيصفيها لي. لهذا خصني نشوف لراسي حل، وحل حتى للدري الصغير. هادشي اللي كنعاود لكم المستمعين ما هو غير اختصار للقصة، ما بغيتش نطول عليكم حيت بزاف الاشياء وقعوا. في ديك الليلة اللي شفت فيها الطفل بكيت 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 بحرقة. ما عرفتش واش البكية ديال التوبة او على الطفل الصغير او على خويا اللي كان قدو ومات هذه 15 سنة. في ديك الليلة ما نعستش، وخرجت بواحد القرار اللي هو يصدمكم. صافي، غنقتل غاريسون وغنهز الدري وغنتبناه. لربما يسمح لي الله على الارواح اللي قتلت، ولكن كيف غندير ليها؟ وصلت 4 الصباح وانا مازال كنفكر، حتى لقيت الفكرة المناسبة. نط، عصرت قهوة كحلة وجبت البدلة المعهودة اللي كنت كنقتل بها، كوستيم في الكحل وقرافاطة والسروال والقميجة البيضاء. حطيتهم قدامي فوق الناموسية، وجبت اف ان اكس 45 ديالي بالكاتم الصامت ديالو ومسحته مزيان، وجبت الليقات الكحل. وهاد المرة غنمشي بوجهي مكشوف وما لابش القناع. وخديت واحد الشنطة درت فيها ورقية واي حاجة كتخصني، حتى من الفلوس اللي كنت جامع من العمليات خديتهم، حيت مصمم على واحد الغرض. خرجت الطوموبيل وكبيت الغاز في الدار. والله الا هادشي اللي كنعاود لكم وقع وبدلائل. ملي كبيت الغاز شعلت البريكه وشفت اخر شوفه بغضب ورميتها على الدار، وركبت في الطوموبيل وقصدت نيشان منزل غاريسون. دازت 30 دقيقه لقيت راسي قدام منزل غاريسون. هذه هي اللحظه اللي غنقذ فيها الطفل. لاول مره كنحس باحساس غريب وسكينه هبطات على قلبي. ربما انني غنقتل الشيطان الحقيقي، ووعدت نفسي انها تكون اخر قتله وطريق للتوبه ديالي. دقيت الباب وسبحان الله، ومن حسن الحظ فتح لي غاريسون. قال لي فلان شنو تدير هنا؟ باقي الوقت ومالك على هاد اللبسه؟ وفين هي لبسه الكلون اللي اتفقنا عليها؟ قلت له تخليني في الباب. قال لي دخل قبل ما يشوفك شي حد. دخلت وهو السد اللي سد الباب دار موراه لقاني حاط له الفردي ديالي في جبهته، وقلت له جمله واحده: Although I'm a murderer, I say thank you for making me repent of my sins. And maybe I will kill the great Satan. And maybe God send me to save this child. Thank you guys. نشرح لكم. على الرغم من أنني قاتل، إلا أنني أقول لك شكرا لأنك جعلتني أتوب عن خطاياي. وربما سأقتل الشيطان الأكبر، وربما أرسلني الله سبحانه وتعالى لإنقاذ هذا الطفل. غمضت عيني وبركت على الفردي. كنفتح عيني كنلقى غاريسون طايح قدامي وفاتح عينه والدماية تحت راسه. شديت له يدو وقديتهم على المسدس. ربما يقولوا انه انتحر، اصلا بصماتي ما كاينينش حيت كنت لابس الليقات. مشيت كنجري لغرفه ولدو، هزيتو وهو خايف كيغوت بابا. ما هضرتش معاه، هزيتو وركبته في الطوموبيل وكسيريت. خليت ورايا اي حاجه اللي يمكن تثبت وجودي في هذه الحياه، لحت اي حاجه كتربطني بالمنظمه. دازت شهور وشهور، وفي هاد الشهور تبدلوا بزاف د الحوايج. الدري ولفتو عليا ودخلتو يقرا، وقديت جميع الاوراق ليا وليه. حياه جديده، ايدونتيتي جديده، هويه جديده. وكندم اشد الندم.
على الأرواح اللي سفكت، وكنطلب من الله يسمح لي، وخديتها قاعدة ليا. كل ليلة كنمشي للكنيسة على الله يغفر لي ذنوبي. الولد سميتو كونر على سمية خويا اللي مات، وها هو كيكبر قدامي وكنشوف فيه خويا الصغير، وكنفرح من اللي كيفرح وكنبكي من اللي كيبكي. كنشكر الله اللي عمر عليا وقتي. كنت وحيد وعايش وحيد، ودابا عايش معاه في سعادة وفي بلاد أخرى. نسيت ما قلت لكم أنني كنت عالج عند طبيب نفساني، لأن الماضي كرجع لي بعض المرات في الليل على شكل كوابيس، ورغم ذلك كنقول هذا جزائي وأنا راضي به. رسالتي في الأخير تيقوها أو لا، ولكن كنقسم بالله ودموعي في عيني أن هذه القصة لأول مرة كنحكيها للرأي العام، لأخذ العبرة وعدم مرافقة الناس الغرباء وتلك المواقع الخفية. رسالتي بغيت تكون في قلوبكم الرحمة، بغيتكم تحنوا على بعضكم، بغيتكم تساعدوا بيناتكم. أما أنا ميت يوما ما يقدروا يلقاوني، ولكن رغم أنكم ما تعرفونيش شخصيا دعيوا معايا بالمغفرة. شكرا لكم. وهذه رسالتي أنا ريو رعب بالدارجة. اللي عجباتك القصة حط لي رأيك، ولا بغيتي قصص أخرى عزيزي المستمع اكتبها لي في لي كومونتير، كتشجع ليا باش نزيد كثر. كان معكم أخوكم في الله ريو رعب بالدارجة. سلام على مرض السلام.